بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ هنعمل فطار النهاردة مع بعض. ده فطار الجمعة. يكون ان شاء الله خفيف ولذيذ كده ان شاء الله تحبوه. انا هنا قليت بطاطس. انا كنت سبتها نشفت شوية. هم عادي عندي في البيت يعني بيحبوها ناشفة. بس لما تبقى لازقة في بعضها كده بعملها بالصفاية بتاعتها كده بتفك، يعني بعملهم في بعضهم كده بيفكوا يعني. فتمام وكده خلاص كانوا بقى استووا. هبتدي بقى ان انا اشيلهم واحطهم في الطبق. طبعا البطاطس لا غنى عنها في اي يوم، يعني انا اعتقد ان مفيش يوم بيعدي عليا من غير بطاطس صراحة، سواء يعني للكبار او للصغار. كلنا بنحب البطاطس، ده اهم حاجة. وادام هي متوفرة، طول ما هي متوفرة يعني بنعمل منها كتير الصراحة. ربنا يوسع الجميع يا رب. كده بقى خلصت البطاطس، حطيتها بقى في الطبق معاكم اهي. ابتدي بقى كل اللي انا اعمله اول باول هطلعه هنا على الرخامة معاكم. ده اول طبق من طبق الفطار بتاع يوم الجمعة. وده بقى طعمية، عجينة طعمية وعليها بيضة. انا بحط عليها بيضة كده بتديها هشاشة حلوة قوي وطعمها تحفة، جربوها تعجبكم قوي. غير لما تبقي جايبة العجينة وعاملاها كده على طول يعني، بحط عليها بيضة بيبقى طعمها حلو قوي قوي. بقلبها بقى كويس كده مع بعض، وهبتدي ان انا اقليها في الزيت. هنا بقى الزيت انا ما طفيتش عليه، انا وطيت بس عليه علشان ما يبقاش سخن قوي ويحرق الطعميه وتبقى نيه من جوه. بعملها كده بالمعلقه، مش بعرف اعملها بايدي خالص، جربت كذا مره بتلزق في ايديا وبتبهدل الدنيا الصراحه. فخلاص انا اتعودت على المعلقه، بحطها كده وبفردها شويه عشان ايه، برضو بيحبوا الحاجه مقرمشه شويه، مش مقرمشه قوي برضو، بيبقى فيها يعني عجينه من جوه بس متبقاش اللي هي تخينه او طريه قوي يعني. تمام، ما بيحبوها كده. فانا بعمل او بحاول على قد ما اقدر اعمل لهم الحاجه اللي هم بيحبوها، لان احنا برضو احنا صغيرين امهاتنا ربنا يديهم الصحه وطولة العمر يا رب، كانوا بيعملوا لنا برضو كل اللي احنا نفسنا فيه الصراحه. ربنا يبارك في عمرهم يا رب ويجعل تعبهم علينا في ميزان حسناتهم. اللهم امين يا رب. هبتدي بقى احطها كلها كده، بدوس عليها بس بالمعلقه، بفردها بس شويه عشان ما تبقاش ايه، آه يعني مكوره كده في بعضها، لا بحبها مفروده شويه. بحب الطعميه بتاعه البيت اكتر من بتاعه بره بكتير، لان طعمها بيبقى احلى. مع اني في ناس بتعمل العجينه في البيت بس انا مبعرفش اعملها الصراحه. بس بيقولوا بتبقى حلوه، يعني كذا حد قال لي ان هو جربها وكانت حلوه في البيت. طبعا مفيش احلى من حاجه البيت يعني، بس انا عشان مش بعرف اعملها او ما عنديش وقت ليها الصراحه. بشتري العجينه جاهزه وبعملها بقى بقليها في البيت يعني. كده خلاص كانت خدت الوش الاول، خدت لون من على الوش الاول، وبعد كده بديها بقى لون من على الوش التاني زي ما انتوا شايفين كده. الطعمية بقى وهي بتتقلي ريحتها الصراحة ما تتقاومش. مشكلتي ان انا بحب الاكل جدا جدا جدا، والحمد لله يعني على كل حال. بس يعني انا يعني بحاول على قد ما اقدر اخفف من الاكل، لان انا زي قلت لكم ان انا مش تخينه، بس الحمد لله دايما البطن هي المشكله بالنسبه لي يعني. فببقى بحاول على قد ما اقدر ما اكلش من الحاجه كتير. انا ممكن اكون بحب الاكل جدا 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 كمان، بس والله لا مش باكل كتير ولا حاجه يعني الحمد لله. اهم حاجه انا بوريكم هنا النار بقى اوطيها خالص. هنا كان الطبق التاني طعميه. هبتدي بقى هنا اجيب فلفل اخضر وشطه، برضو بيبقوا حلوين قوي مع الاكل. بس خلي بالك لان الفلفل بيطرطش جامد، ربنا يحفظنا يا رب ويجرنا من النار. خلي بالك وانتي بتحطي الفلفل او الشطه، لان لما اي حاجه عامه فيها ميه بتطرطش جامد يعني. هو هنا كده برضو كان خلص. ما بحمروش قوي عشان ما ينشفش مني، يعني انا بحبه يبقى ايه، ملحم كده شويه، بيبقى طعمه حلو قوي في الاكل الصراحه.
والشطة مع الطعمية بقى ما اقولكوش طعمها عامل ازاي، طعمها تحفة. ده بقى طبق الفلفل والشطة. احط عليه بقى شوية ملح كده صغيرة، واحط عليه كمان شوية كمون برضو. طبعا مش هحط عليه فلفل لان هو كده كده اصلا الشطة حراقة يعني، فاحط عليه بس شوية كمون، بيبقى طعمه حلو قوي. ده كده الحمد لله الطبق التالت معانا خلص. نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بحب اعمل فطار الجمعة اوي. ده فول، انا عملت فول فضيته من الكيس، يعني جايباه طبعا من المطعم، بس فضيته من الكيس. فول بيبقى جاهز يعني على طول. وده مخلل. مخلل ده بالنسبة لي برضو اساسي مع الاكل، بحب المخلل جدا. وعملت كمان بيض، عملته سريع كده مش اومليت ولا حاجة. عملته يعني حطيت مثلا السمنة او الزيت. انا عملته بزيت المرة دي، وبعد كده عملته حطيت البيض حطيت البيض في الطاسة وقلبته كده في بعضه يعني تمام. هنا بقى الجبنة، دي جبنة قريش. وحطيت كمان معاهم خيار، وقلت بقى ايه هقطعه كده. انا بحب الصراحة يوم الجمعة بالاخص زي ما قلت لكم، عشان هو يعني اهم يوم بالنسبة لي في الفطار. بحب يعني انوع في الاكل شوية، اشكال بقى والوان وكده، يعني عشان ايه اللي نفسه مقفولة يتفتح. لا انا مش شايفه. هنا بقى قطعت الخيار. الخيار ده انا بحبه جدا جدا، بس انا اتضح ليا ان الخيار دوت ملوش روح، او ما بيقعدش فترة طويلة، ما بيعيش معاكي يعني زي الخيار اللي هو بيقولوا عليه بلدي، اللي هو التخين اللي انا كنت قايله لكم عليه. الخيار ده ملوش روح، بيبقوا تقريبا رشينه فبيبوظ بسرعة جدا. يعني ده انا كنت جايبة منه 2 كيلو. عايزة اقول لكم ان يعني مش عايزة اقول لكم 3/4 والله، عشان ما يبقاش يعني بجود من عندي، بس والله دي حقيقة 3/4 اترمى يعني. بيبوظ بسرعة جدا جدا الصراحة. فالتاني بيقعد اكتر، يعني التاني كان عندي منه من قبل ده كمان، بس انا قلت استخدم ده الاول عشان انا بحب ده. التاني ما شاء الله زي ما هو، لكن ده بيبوظ بسرعة فعلا. فممكن التاني بقى عشان بلدي ما يكونش آه، يعني بيبوظ بسرعة زي دوت يعني. فقلت اقول لكم برضو، عشان انا كنت بحب ده جدا جدا عن التاني، بس طبعا بيبوظ بسرعة يعني بترمي فلوسك في الارض. فخلي بالكم برضو من النقطة دي. هنا بقى جبت طماطمية واحدة قطعتها. بصوا ما شاء الله مليت لي الطبق والله. يعني ما طماطمية واحدة بتقطعيها كده رفيع عشان ما شاء الله تبقى كتير، وفي نفس الوقت تعرفي برضو تاكليها مع الاكل. اهي مليت الطبق وبقت زي الفل. يعني كام خيارية كده عشان التانيين الخيار يعني رفيع. كام خيارية وطماطمية عملوا طبقين جنب الاكل في منتهى الجمال. اهو ده كده الفطار. هنا بقى هجيب الكابوتشا. الكابوتشا دي اهم حاجة عشان انا باكل منها الصراحة في الفطار. انا كان بقالي كام يوم كده، ما مش كام يوم يعني، بقالي شوية ما باكلش يعني حاجات يعني مقلية قوي يعني، وما اكلش الطعمية عامة. بس انا بحبها جدا، بس عشان يعني عاملة دايت ومقلية وكده. بس النهاردة الصراحة ما قدرتش اقاومها، بتاعة البيت دي ما بقدرش اقاوم. كلت منها الصراحة، بس ما كلتش كتير يعني، كلت على قد نفسي كده وتمام. يعني الواحد برضو لما بيحرم نفسه من حاجة بيبقى نفسه فيها جدا سبحان الله، ولما تبقى قدامه الحاجة بتبقى عادي يعني مش نفسه فيها قوي. فانا الصراحة اكلت منها النهاردة ومع الكابوتشا والخيار والطماطم وكده وخلاص، يعني ما اكلتش بقى اي حاجة تانية من دول. ما اكلتش بطاطس، نفسي ما كانش جايباني ليها خالص. وما اكلتش فول. الشطة بقى كانت اساسي الصراحة، يعني الشطة دي انا بحبها جدا الشطة الصراحة، بحبها جدا جدا مع الاكل. والمخلل، هي المشكلة في المخلل برضو بيعمل مية في الجسم، بس انا ما بقدرش استغنى عنه الصراحة. وده كان فطار يوم الجمعة. يا رب يكون خفيف كده ولذيذ عليكم، يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون عجبكم ان شاء الله. وهسيبكم بقى مع الفطار تتفرجوا عليه كده براحتكم. استأذنكم انا بقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.